ورا كل اخوات بيحبوا الخير لبعض عظيمة، عرفت تربي وما فرقتش في المعاملة بين اولادها، حببتهم في بعض وحننت قلوبهم على بعض. كانت جسر الامان والحب بين اولادها، قدرت تصفي قلوب ولادها من ناحية بعض وتقوي علاقتهم ببعض. ما زرعتش فيهم الكره وما عملتش فتنة بينهم، كانوا دايما شايفينها بتحب الخير لكل الناس وبتفرح من قلبها لاي حد، بتتعامل مع الكل بلطف وما بتحقدش على حد، فتعلموا منها الحب والحنية وطلعوا بيحبوا بعض وبيتمنوا الخير لبعض. قدرت تسمعهم وتستوعبهم وتفهمهم وتتقبل عيوبهم قبل مميزاتهم وما تتريقش على اي حد فيهم وتخلي اخواته يتريقوا عليه. كانت منصفة ليهم كلهم، ولكن للاسف في امهات كتير قوي بتبقى الوقود اللي بيشعل الدنيا بين ولادها. في امهات بتعمل كده وبتكره ولادها في بعض وبتعمل كمان بينهم فتنة. تخيلوا لما تفرق بينهم وتجيب لحد حاجة او تديله حاجة والباقي لا، هيطلعوا بيكرهوا بعض. لما تقعد تنقل الكلام من هنا لهنا وتعمل فتنة بينهم هتشيلهم من بعض. لما تبقى بتكره الخير لكل الناس هيتعلموا منها وهيطبقوا ده مع بعض. ما هم شايفين امهم حقودة وما بتحبش الخير لاي حد، فهيحسوا ان ده الطبيعي. عشان كده لازم الام من جواها تبقى كويسة ورحيمة وقريبة من ربنا، وتزرع في اولادها الدين والاخلاق من صغرهم.